ازاي تتجنب المرتجعات؟ ازاي تتجنب انك تفقد عميل؟ اكتر مشكله بتواجهنا في الاي كوميرس واللي ظاهره جدا ان انا بيحصل مرتجعات، وبقت ان المرتجعات اكتر من 5%. ده عادي، ده اصل يقول لك ان احنا البرودكتس اللي احنا بنبيعها والتايب اللي احنا بنبيعه ده هو مرتجعاته بتبقى في الرينج ده. ازاي اتجنب واقلل المرتجعات، وازاي اقلل فقدي للعملاء، والعملاء اللي تبقى شغاله معايا ما توقفش وتكمل؟ ببساطه جدا محتاج تفهم وتستوعب يعني ايه براندنج، وقد ايه هو مختلف عن الماركتينج ومختلف عن السيلز. لو قدرت تفهم وتستوعب يعني ايه براندنج، ويعني ايه ان البراند هو اللي بيقوم البيزنس، وهو اللي بيثبت العملاء القدام، وهو اللي بيقلل مرتجعاتك، هتلاقي النتيجة مختلفة بطريقة كبيرة جدا جدا جدا. البراندنج هو الكونسبتس والمفاهيم اللي انت بتقدمها من خلال المنتجات والخدمات اللي انت بتقدمها للعميل. ايه المفهوم او ايه ما وراء المنتج او ما وراء الخدمة اللي انت بتقدمها للعميل؟ انت عايز توصل له ايه؟ ايه اللي انت عايز العميل لما يتكلم على البراند الخاص بيك وعلاقته بالبراند بتاعك يقوله؟ ايه البيلرز اللي انت مقوم عليها السيرفيسز والبرودكتس اللي انت بتقدمها؟ لو البيلرز دي وصلت للكاستمرز، ساعتها بس هتلاقي الفقد قل جدا، خسارة العملاء قلت جدا، مرتجعاتك قلت